أبدأ قصتي اليوم بطلب بسيط. أرجوكم لا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمي منى، وأنا هنا لأحكي لكم رحلتي. أنا بنت وحيدة لأمي وأبي، ومنذ ولادتي كنت مركز عالمهم. كنت مدللة ليس فقط من أمي وأبي، بل من عائلتي كلها. سبب هذا الحب الزائد كان بسيطاً. كنت أول حفيدة في العائلتين. والدي هو الابن الأكبر في عائلته، ووالدتي هي الابنة الكبرى في عائلتها. لذلك كنت أحمل هذا اللقب المميز: أول حفيدة، أول ابنة أخت. هذا يعني أنه حتى مع مرور السنين وتزوج أعمامي وأخوالي وإنجابهم أطفالاً، ظل ارتباطي بأجدادي مميزاً. كنت دائماً أحتل مكانة خاصة في قلوبهم، رابطاً لم يضعف أبداً بقدوم أبناء عمومتي. عندما كبرت كنت مجتهدة جداً في دراستي. كانت حياتي تبدو وكأنها تسير على طريق مثالي محدد مسبقاً. ثم جاءت الجامعة، حيث تعرفت على زميل سيغير كل شيء. وقعنا في الحب، وبدا الأمر طبيعياً وصحيحاً. وضعنا خطة معاً، حلم أردنا بناءه معاً. كان اتفاقنا بسيطاً: سننتظر حتى التخرج لنخطب. بعد ذلك، وبمجرد أن نجد وظائف ونحقق قدراً من الاستقرار، سنتزوج. ورغم أن عائلتينا كانتا مرتاحتين الحمد لله، إلا أننا كنا مصممين على بناء حياتنا بأنفسنا من الصفر، لبنة لبنة. أردنا أن نشعر بقيمة كل ما نصنعه معاً. أردنا أن يكون مستقبلنا ملكاً لنا، دليلاً على شراكتنا. لمدة عام تقريباً استمرت علاقتنا بهدوء، لكن في النهاية بدأ شعور بالذنب يثقل علي. بدأت أتساءل عن وضعنا. إلى متى سنستمر هكذا في السر خلف ظهور عائلاتنا؟ فكرة الاختباء المستمر والخوف من أن يرانا أحد بدأت تأكل في داخلي. أردت أن أشعر بالأمان، أردت أن أكون فخورة. لذلك تحدثت معه عن مشاعري، واقترحت عليه بدلاً من الانتظار أن يأتي رسمياً ليخطبني. لم يتردد للحظة، لقد أحب الفكرة. عندما جاء إلى منزل عائلتي ليطلب يدي، كانت لحظة فرح خالص. التقى العائلتان، وكان الانسجام فورياً. لم تكن هناك اعتراضات ولا تعقيدات. أعطونا الحرية في التخطيط لمستقبلنا. تمت خطبتنا، وبدأت المرحلة التالية من حياتنا معاً رسمياً ببركة الجميع. مشوق للنهاية. لم أكن أعرف أن الانسجام السهل أثناء خطوبتنا لم يكن سوى هدوء ما قبل عاصفة لم أتوقعها أبداً. عاصفة ستزلزل أساس حبنا في الليلة التي كان من المفترض أن تكون أجمل ليالي حياتي. أكملنا دراستنا والحمد لله تخرجنا. هو تخرج قبلي بسنة، وبمجرد أن تخرجت أنا أيضاً تحركت خططنا بسرعة. كان قد بدأ العمل بالفعل، وبدأنا نناقش موعد زفافنا. طرح علي فكرة جميلة: أن نتزوج ونقيم حفل زفافنا وأنتقل إلى شقتنا. اقترح أن نأخذ بضعة أشهر، شهرين، 3، ربما 5، لنكون معاً فقط، نستمتع بفترة شهر العسل بدون أي ضغوط. ثم إذا رغبت في العمل، وعدني بأنه سيساعدني في البحث عن وظيفة حتى في الشركة التي يعمل بها. أكد لي أنه لن يقف أبداً في طريق مسيرتي المهنية بعد كل السنوات التي كرستها لتعليمي. والداي اللذان كانا مترددين في البداية لفكرة عدم عملي فوراً، اطمأنا بعد أن شرحنا لهما خطتنا بوضوح، حتى أنني قلت لوالدي إن كان يريد أن يكتب في عقد الزواج شرطاً يضمن حقي في العمل، فخطيبي موافق تماماً. رفض والدي قائلاً إنه يثق في تفاهمنا المتبادل. وهكذا أقمنا حفل زفاف أحلامي. كانت ليلة عمري. كنت أسعد إنسانة في الدنيا. تزوجت من أحببته، واستقبلتني عائلته بحفاوة. حماتي عاملتني مثل ابنتها منذ اليوم الأول. اللحظة الوحيدة المريرة كانت عندما غادرت منزل والدي بوصف ابنتهما الوحيدة:
كان رحيلي قد ترك فراغاً ملحوظاً رغم أننا كنا سنعيش في نفس المدينة. كانت هناك دموع، لكننا جميعاً تقبلنا ذلك كسنة الحياة. انتقلنا إلى شقتنا التي كانت تقع مباشرة فوق منزل حماتي. كان المستقبل أشبه بلوحة فنية بألوان زاهية جميلة، وكنت مستعدة للبدء في رسمها مع زوجي. ثم جاءت الليلة الحاسمة، ليلة الدخلة، وفي لحظة تحطمت صورتي الجميلة. كنت امرأة متعلمة، لكن لم تكن لدي معرفة حقيقية بالجوانب الحميمة للزواج. لم أكن أتخيل أبداً الواقع الجسدي. لذلك عندما رأيت زوجي واجهت شيئاً لم أكن أتوقعه أبداً. شعرت بالرعب. كان منظر شيء يفوق خيالي، شيء صعب للغاية، لدرجة أنه بدا غير حقيقي. تجمدت في مكاني، مصدومة وخجولة، لدرجة أنني لم أستطع حتى التعبير عن خوفي. ابتعدت عنه، غير قادرة على تركه يقترب مني، وبدأت في البكاء. مرتبكا وخائفا نزل مسرعا إلى والدته. نصحته بالصبر واللطف، وفي صباح اليوم التالي أعطته بعض الأدوية التي قد تساعد، وحاول إعطاءها لي. تناولت حبتين آملة في الأفضل، ولكن عندما حانت اللحظة لم يعرف كيف يتعامل مع الموقف. ظن أن استخدام كل قوته كان ضرورياً، وما تلا ذلك كان كارثة لا أستطيع وصفها. مشوق للنهاية. كان الألم لا يطاق، وقبل أن أعرف ذلك بدأ الدم ينزف، محولاً ليلة زفافنا إلى سباق محموم إلى المستشفى، تاركاً عائلتينا وفريقاً من الأطباء يحاولون لملمة شتات ما كان من المفترض أن يكون سعادتي الأبدية. سأعفيكم من التفاصيل الدقيقة لما حدث، لكن العواقب كانت وخيمة. عندما رأى زوجي حالتي، أصيب بالذعر وركض إلى والدته. أسرعوا بي إلى المستشفى. الدكتورة التي فحصتني أولاً صدمت وسألتني إن كنت قد تعرضت لاعتداء. عندما أوضحت لها أن زوجي هو من فعل ذلك في ليلة دخلتنا، شعرت بالرعب، واستدعت على الفور رئيس الأطباء. الطبيب الكبير فحصني وأخبرني بالخبر الخطير. لقد تعرضت لتمزقات داخلية شديدة. قال إن حالتي كانت خطيرة جداً، وأنه يحتاج للتحدث مع زوجي فوراً. تم استدعاء زوجي إلى المكتب. شرح له الطبيب خطورة حالتي، وأخبره أنني كنت قاب قوسين أو أدنى من الموت. ثم أصر على فحص زوجي لمعرفة السبب. بعد تردد في البداية، وافق زوجي في النهاية. أظهر الفحص أنه يمتلك حجماً غير طبيعي. سأله الطبيب إن كان لديه أي تجارب سابقة قبل الزواج. عندما قال زوجي لا، فهم الطبيب جوهر المشكلة. أوضح الطبيب أن زوجي لعدم امتلاكه أي خبرة اعتقد أنه بحاجة لاستخدام كل قوته، غير مدرك لضرورة الحذر والتحكم. أبلغه أنني بحاجة لشهر على الأقل للتعافي جسدياً، وأن أي علاقة حميمة ممنوعة حتى يوافق هو على ذلك. حضر والداي إلى المستشفى، وكانت والدتي في حالة هستيرية تصرخ وتطالب بعودتي للمنزل فوراً. كانت خائفة من أنها كادت أن تفقدني بسبب هذا الزواج. توسلت إليها لتجنب الفضيحة، وهدأتها بوعدي بأنني سأعود إلى شقتي، وسأتأكد من عدم حدوث أي شيء حتى أتعافى تماماً وأكون مستعدة. الأسابيع التالية كانت رقيقة بشكل مدهش. زوجي كان مليئاً بالندم. اعتذر موضحاً قلة خبرته، ومؤكداً لي أنه لم يقصد أذيتي أبداً. وعدني بأننا سنبدأ حياتنا من جديد من اللحظة التي أتعافى فيها، وكأن الليلة المروعة لم تحدث أبداً. حماتي استمرت في لطفها الشديد، ولم تطلب مني شيئاً أبداً. كانت تصر علي بالراحة، وتقول لي إن وظيفتي الوحيدة هي أن أعيش في مملكتي مع زوجي. حماتي، والد زوجي، عاملني مثل ابنته، وكان يحضر لي هدايا صغيرة. شعرت بالأمان والتقدير مرة أخرى.
عشنا بسلام خلال شهر التعافي هذا. بدأت أتحرك بحرية وكان حريصاً ومهتماً وصبوراً. بدأت أعتقد أننا تجاوزنا العاصفة ويمكننا البدء من جديد. كان التعافي الجسدي يتقدم، وكانت ثقتي به تتعافى ببطء، مشوق للنهاية. ولكن عندما انتهى شهر السماح واقتربنا من الوقت لاستئناف حياتنا كزوج وزوجة، تلاشت الندوب الجسدية. لكنني كنت على وشك اكتشاف أن الجروح في قلبي وعقلي كانت أعمق بكثير، ورفضت السماح لي بالمضي قدماً. جاء اليوم الذي أكد فيه الطبيب أنني تعافيت جسدياً. حان الوقت للمحاولة مرة أخرى. لكن في اللحظة التي حاول فيها زوجي الاقتراب مني، خانه جسدي. اجتاحني موجة من الرعب، وامتلأ ذهني بذكريات حية مفاجئة. رأيت الدم، وشعرت بالألم الذي لا يطاق، وتذكرت العار عندما تم نقلي إلى المستشفى. جسدي تشنج بالكامل، وبدأت في البكاء، غير قادرة على تركه يقترب مني. صدمة تلك الليلة الأولى ترسخت في أعماقي. زوجي حاول التحلي بالصبر، كان لطيفاً ومطمئناً، ووعدني بأنه سيتوقف إذا شعرت بأي ألم. جرب كل ما يخطر بباله، من استخدام مهدئات خفيفة إلى طرق تهدئة أخرى كان يأمل أن تساعدني على الاسترخاء، لكن لا شيء نجح. كان حاجزي النفسي منيعاً. بدأ صبره ينفد. شعر بالإحباط، متسائلاً: لماذا تزوج إن كنا لا نستطيع عيش حياة طبيعية؟ كان يتوسل إلي أن أنسى الماضي، وأن أتعامل معه كخطأ ولد من الجهل، وأن أثق به الآن. لكن إحباطه أضاف فقط ضغطاً على ضغطي، مما خلق حلقة مفرغة. كنت أرغب في الاقتراب منه، كنت أحبه، لكن جسدي كان يعيش في حالة خوف دائم، متفاعلاً مع خطر لم يتعلم عقلي التخلص منه بعد. حماتي التي شعرت بالتوتر صعدت إلى شقتنا لتتحدث معي. جلست معي لفترة طويلة تحثني على التخلي عن الماضي. قالت لي أن أتعامل مع كل شيء وكأنه يومنا الأول، وأن أنسى الحادث. حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن تكون صوت العقل المواسي، لكن كان واضحاً أنها قلقة على ابنها وعلى مستقبل زواجنا. عندما لم تنجح كلماتها، نصحته بأن يأخذني إلى طبيب نفسي. ذهبت وجلست مع الطبيب وسردت له القصة بأكملها. بدأ خطة علاجية، وما زلت أتابع معه حتى اليوم. بمساعدته أحرزت تقدماً على المستوى النفسي. أنا أفهم خوفي منطقياً، وأشعر بأنني أقوى في ذهني. لكن في اللحظة التي نحاول فيها ترجمة هذه القوة الذهنية إلى واقعنا الجسدي، ينهار تقدمي. يعود الخوف وتفيض الذكريات، ولا أستطيع تركه يلمسني. أنا عالقة في هذا الموقف الحزين. أحب زوجي، لكنني مشلولة جسدياً بسبب الماضي. مشوق للنهاية. أمي التي ترى معاناتي أعطتني إنذاراً جديداً مؤلماً: أن أنهي الزواج وأعود إلى رعايتها، مما يجبرني على الاختيار بين الحب الذي أكنه لزوجي والسلام الذي أبحث عنه بشدة لنفسي. أصبحت أمي أكثر صراحة، تخبرني باستمرار أن أطلب الطلاق ببساطة وأعود إلى البيت. تقول إنها مستعدة لاستقبالي مجدداً بأحضان مفتوحة لحمايتي في كنفها، ولا تهمها أقوال الناس. تفضل أن أكون آمنة ومطلقة على أن تخاطر بفقداني لصدمة جسدية أو نفسية أخرى. أنا أفهم خوفها، إنها أمي، وكل ما يهمها هو سلامتي. لكن قلبي ممزق. أنا أحب زوجي، أعلم أنه يحبني، لقد أظهر لي اهتماماً حقيقياً وندماً، كما أنني مرتاحة جداً مع عائلته. حماتي امرأة رائعة، وحياتي معهم جيدة في كل الجوانب الأخرى. الشيء الوحيد الذي يمزقنا هو هذه المشكلة المركزية: العلاقة الحميمة التي أنا غير قادرة نفسياً على القيام بها. أنا في حيرة من أمري حقاً، لا أعرف ماذا أفعل. كيف أتغلب على هذه العقدة النفسية؟
كيف أدرب جسدي وعقلي على فصل الماضي عن الحاضر؟ كيف أتعلم أن أكون مع زوجي مرة أخرى دون ذلك الخوف المشلول؟ أنا أحبه ولا أريد أن أفقده أو أفقد الحياة التي بنيناها، لكنني أيضاً لا أعرف كم من الوقت يمكننا الاستمرار في هذه الحالة. لقد كان صبوراً، لكن إحباطه حقيقي، وأخشى أن يؤدي هذا الضغط في النهاية إلى تدميرنا. أشارك قصتكم معكم يا أخواتي وإخوتي، آملاً أن تعتبروني أختاً لكم، وألا تبخلوا علي بنصيحتكم الصادقة. أنا بحاجة ماسة لوجهة نظر خارج ألمي، كما أريد أن تكون قصتي عبرة، ربما تساعد العديد من الشباب الذين مثل زوجي قد لا يملكون أي خبرة قبل الزواج. على الرغم من أنه من الجميل والفاضل أن يحافظ الإنسان على عفته، إلا أن ذلك لا يكفي. من الضروري أن يكون لديه بعض المعرفة، وأن يفهم جسده، وأن يتعلم كيفية التعامل مع هذه العلاقة الحميمة بحذر وصبر وحساسية. قلة المعرفة مع قلة الخبرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب مدمرة مثل ما حدث لي. أدعو الله ألا تمر أي فتاة أخرى بما مررت به في ليلة زفافها. هذه قصتي، وبينما لا تزال مستمرة، أنتظر بفارغ الصبر آراءكم ونصائحكم في التعليقات أدناه.